نشتري ذهب ولا ما نشتريش؟ ولو نشتري امتى؟ وليه اصلا بنشتري ذهب؟ تعالوا نجاوب على الاسئله ديت مع بعض. الاول قبل ما ندخل على نجاوب الاسئله لازم في تعريفين مهمين قوي لازم نتكلم عنهم. التعريف الاولاني او القاعده الاولانيه فومو. اي مستثمر او كل المستثمرين بيقعوا في الخطا دوت اللي هو فومو. الفومو ده اختصار لكلمه fear of missing out، يعني الخوف من ضياع فرصه. طيب اللي بيحصل انه لما بيجي الاسعار تبقى طالعه، سواء في السلع، في التداول على البورصه، في الذهب، في غيره، بيجي الاسعار وهي طالعه، الناس ايه ده الاسعار طالعه، تعالوا نيجي نروح نشتري. فالناس بتشتري علشان خايفين ان السعر يطلع بسرعه ويفوتهم، وبالتالي بيشتروا باسعار عاليه، ويجوا المصطلح اللي بنقوله في البورصه ان هم اتحبسوا فوق او اتحبسوا في السهم او اتحبسوا في سعر عالي. والعكس بيحصل لما بيكون السعر نازل بيبيعوا وهو نازل. المفروض العكس، نشتري وهو نازل. و هنشرح بعد شويه ده بيحصل ازاي، نعمل ازاي ده في الذهب. ده تعريف الفومو. فالخوف من ضياع الفرصه ده ممكن يعمل لنا مشكله جامده جدا. فلما السعر يبقى الذهب يبقى عالي قوي زي اليومين دولت، ما انصحش قوي ان هو نشتريه. وبرضه هنقول تفصيل ديت بعد شويه. التحريف الثاني اللي احنا عاوزين نقوله، احنا ليه اصلا بنشتري الذهب؟ الذهب هو بديل ادخاري بنخزن فيه فلوسنا عشان تحافظ لنا على القيمه من ناحيه، ومن ناحيه تانية هو سعره بيزيد مع الزمن الطويل. فما فيش حاجه اسمها ان انت تشتري الذهب وتستنى بعد 4 5 6 شهور ان هو يكسبك. احتمال يكسبك واحتمال ما يكسبكش، الا لو انت مضارب شاطر وعارف امتى بالظبط بتخرج وامتى بتدخل في الذهب. لكن لو انت عاوز تشتريه للزمن فهو مش اقل من سنه 2 3 علشان تبدا تشوف السعر بتاعه بيتحرك ازاي. والافضل طبعا 3 4 سنين 5 سنين 7 سنين. كل ما تطول المده ده هتشوف نتائج كويسه للذهب، لانه على المدى البعيد على طول الذهب طالع. يعني من اول ما اخترعوا الذهب لغايه النهارده على طول سعره طالع، لكن بيجي له اوقات شهور او سنه مثلا او سنتين نازل. فانت لو شاريه على المدى الطويل هو كده كده طالع. فهو بديل ادخاري، بنشتري الذهب عشان نخزن فيه الفلوس. طب امتى نشتري الذهب وامتى ما نشتريش؟ لو انت واخد الفلوس عايز تشتري الذهب ده، لو تشتري الذهب بفلوس محتاجها خلال شهر 2 3 4، بلاش تشتري ذهب لانه ممكن تتزنق وتبيعه وهو نازل. لو انت هتحتاج الفلوس ديت، انت عارف انت هتحتاج الفلوس دي، بلاش. لو انت شاري الفلوس ديت بقرض او بديون او كده، بلاش، لان انت ممكن يحين وقت السداد او كده وده ما طلعش وما مش هيساعدك تحقق ربح او تعوض فرق الفايده او فرق الدين اللي حصل. لكن لو انت هتشتري الذهب دوت للعيال، للمستقبل، للزمن، فلوس متعانه معاك بدل ما تحطها في البنك عايز تحطها في الذهب على 3 4 سنين 7 سنين، اوكي الذهب بديل معقول، بديل كويس يعني. الا قلنا لو انت مضارب وعارف بتخرج امتى وتدخل امتى. طيب ده السبب اللي نشتري عشانه الذهب. طيب امتى نشتري وامتى ما نشتريش؟ عشان ده السؤال ده بتساله كتير جدا جدا. قول لنا نشتري امتى، اشتري ازاي كده. طب تعالوا نقول نشتري امتى. اولا زي ما قلت الذهب على طول طالع، بس ما ينفعش ما يبقى طالع زي اليومين دولت كده، ان هو في اخر شهر 10 كان وصل بالدولار الأونصة 4380 دولار تقريبا. ده يعني مش تقريبا، هو ده اعلى رقم في تاريخه. فما ينفعش اجي اليومين دولت اشتري. هو دلوقتي 3000 4230 4220، فما ينفعش اشتري برضو، ده سعر عالي قوي. الا زي ما قلنا لو انت شاري للزمن البعيد او مضاربه وانت عارف بقى هتشتري النهارده وتبيع بعد اسبوع وانت عارف ومحلل الاسعار. لكن لو هتشتري على لمده شهور، سنه سنتين 3، ومعاك مبلغ صغير عايز تحقق منه ربح، هنعمل ازاي؟ ده سؤالنا الاساسي. هنشتري ازاي؟ هنشتري كل لما سعر الذهب ينزل شويه هنشتري، بس بشرط انه مش بينزل بسرعه. يعني لو بينزل بسرعه خطف 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 عمال ينزل، لا ما تشتريش، استنى عليه. طيب لو نزل بالمصري 300 جنيه او بالأونصة 200 دولار لكل أونصة، المعادله بتاعتها اللي هو 200 دولار 200 دولار في الأونصة 31 جرام وواحد من 10 وكسور كده في سعر. فاحنا في سعر الدولار للجنيه. فبالويم كده كل ما ينزل الأونصة تنزل 200 دولار هنشتري جزء. فانت لو معاك مبلغ من الفلوس هتقسمه على 4 أو 5 أو 6 دفعات هنشتري بيهم، مش هنشتري على مره واحده لو انت عايز تشتري كده. لو الفلوس على القد يبقى نستنى سعر كويس ونشتري ونستنى عليه. لو على قد مره واحده مثلا هتشتري حاجه واحده مره واحده. لو الفلوس ينفع تقسمها اكتر من مره
يبقى هنشتري زي ما قلنا، هنقسم الفلوس على 5 أو 6 أو 7 دفعات على حسب حجم الفلوس، وهنشتري كل ما ينزل 300 جنيه او بما يوازيهم 200 دولار للأونصة او 300 جنيه للجرام. كل ما ينزل 300 جنيه هنشتري جزء، نزل تاني نشتري تاني، كل ما ينزل 300 جنيه نشتري تاني. طيب رفع، يعني هو مثلا عند 5000 نزل عند 4700 نشتري جزء، نزل عند 4400 نشتري جزء. طيب طلع وصل مثلا 5200 ونزل من ال 5200 ل 4900 نشتري جزء. حلو، يعني كل ما ينزل من اخر السعر نزل 300 جنيه نشتري جزء، لغايه ما يوصل للهامش الربح اللي انتوا عاوزينه، وساعتها تبيعهم او تسيبوه معاكم مده اطول ادخار او كده للظروف. طيب نرجع للنقطه بتاعت لو انت الفلوس على القد وعايز تشتري مره واحده او على مرتين بس، هنعمل ايه؟ هنستنى لما يحصل انه السعر الذهب يستقر، استقر سواء نزل او طالع، يعني طلع واستقر او نزل واستقر، استقر وهدي، ممكن في الحاله دي نشتري. طيب لو السعر بيطلع ماشي، ما يجريش ورا السعر وهو بيطلع، دي نصيحتي الشخصيه، لان هو ممكن ما يظبطش معايا، يعني ممكن اشتريه ويرجع ينزل بسرعه لان هو طلع جاب قمه، فابقى انا خسرت واقعد استنى كتير جدا على ما يحصل السعر بس اللي انا اشتريته مش هيحقق لي ربح. طيب لو بينزل برده ممكن ينزل اكتر، فاحنا نفضل سايبينه ينزل 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 براحته خالص لغايه ما استقر، ونقعد لمده اسبوع كده او 10 ايام السعر ما بينزلش، ما بيطلعش بس ما عادش بينزل، هنا ممكن نشتري. لكن لو السعر عمال يطلع ما نجريش وراه. طيب السعر طلع قبل ما انا الحق اشتري، خلاص ربنا يبارك للي اشترى له، اللي اشترى فيه، وانا مش فرصه وفاتتني، عادي الفرص جايه كتير. يعني هو الذهب كان في يوم من الايام ب 21 جنيه، النهارده ب 5000، فهو هيفضل طالع طالع، فاحنا منين ما هتشتري، منين ما هيعدي الوقت هتلاقي فرصه تشتري فيها، فما تجريش ورا السعر. طبعا كل اللي انا قلته اللي فات دوت يستثنى منه لو في حالات حروب، كوارث طبيعيه، ازمات بيئيه سياسيه، بيبقى في لخبطه في القصه ديت. ده مش طريقه استثمار او كده، دي بس انا بفهمك تفكر ازاي في الموضوع، يعني الموضوع يبقى عامل ازاي. فلو حابب تتابع اكتر ممكن تتابعوا معايا في الصفحه، انا بتكلم عن الذهب لما يكون في فرصه ان احنا نشتري او نبيع. وطبعا لو في حد تاني متخصص حابين برضو غيري تتابعوه ممكن تتابعوه، لو عندكم اسئله ممكن تسالوني في الكومنتات، هتفاعل معاكم وهنجاوب. مع السلامه.